السلام عليكم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ازيكم يا احلى متابعين في الدنيا؟ وحشتوني، فقلت ارجع لكم كده بفيديو جامد. زي ما انتم شايفين كده، ده الطير اسمه الواك، احنا بنستخدمه عندنا من البحيره. الطير ده بيتغذى على السمك ومشهور عندنا، يعني احنا هنا بنذبحوه يعني وكده. جميل جدا، بيبقى طعمه حلو. انا يا ريت حبيت اصوره معاكم، وهنضفه برضه اوريكم فيديو للتنظيف بتاعه عشان، وبعد كده ان شاء الله هنزل لكم الطريقه برضو بتاعت طبخه، وان شاء الله هتعجبكم. دلوقتي انا هاخده بقى انضفه وتشوفوا معايا الطريقه والتنظيف بتاعه. ايه يا حمد؟ زي ما انتوا شايفين يا حبايبي، انا كده نضفته بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. حشت الريش كله وغسلته كويس، وغسلته كمان بخل وليمون كده عشان نحوش منه اي زفاره. وكمان نضفته من جوه زي ما انتوا شايفين، نضيف ازاي مفيهوش اي حاجه. وطبعا انا معايا هنا سبع حبات يعني. هعمل على قدنا طبعا، وهحش يعني هعملهم على اكلتين. هعمل دلوقتي 4 وهسيب 3 مرة تانية، مش هكتر يعني، عشان طبعا انتوا عارفين انا وجوزي وابني الصغير، فيعني انا هعمل 4 بس، وهسيب 3 مرة تانية. زي ما انتوا شايفين كده، بقولكوا انا هعملهم اكلتين. فانا دلوقتي بقى كنت محضرة معايا التقلية على البوتاجاز اللي انا هعمل فيها ال الطير ده، اسمه الواج. فانا طبعا هنا الطريقه بتاعته بقى اللي انا بعمله بيها، ان احنا بنجيب بصل بنعملها نفس طريقه المحشي كده، بس نمشي خطوه خطوه هتشوفوها معايا. هعمل التقليه بتاعه المحشي بالظبط. هقطع بصلتين كده واقلبهم في زيت او سمنه الموجود عندك يعني، واحمرهم كويس. اهم حاجه ان احنا نحمر البصله كويس عشان تدي معانا الطعم المظبوط اللي احنا عايزينه، زي تقلية المحشي كده بالظبط، مع اختلاف في حاجات بسيطة برضو. معايا هنا برضو الطماطم، ده زي كده نص كيلو طماطم، او حسب ما انت عايزة بقى، حسب الرغبة. بس احنا عشان بنحبه يبقى احمر يعني، والرز بتاعه احمر، ببقى مزودة الطماطم. هستمر في التقليب بتاع البصل كده برضو عشان ما تتحرقش معايا. انا برضو عايزاها اوصلها للون اللي هوريهولكوا في الاخر. اللون ده بيدي طعم حلو قوي للواج، اما بنعملوه بيه بيبقى مديله طعم حلو قوي. اهم حاجة البصل تحمر معانا شوية، اهم حاجة التركية دي عشان تبقوا عارفينها. هسيب البصل يحمر كده وارجع لكم تاني لما البصلة تحمر. شايفين بقى البصلة بتاعتي حمرت ازاي؟ هو ده بقى درجة الحمار اللي انا عايزاها، هو ده اللون المظبوط للبصلة بتاعتي كده. هتك عليها شوية كده في التحمير وانزل بالطماطم بقى. لما تبقى البصلة محمرة معانا كده بتدي طعم حلو اوي للواج. هنزل بالطماطم كده بسم الله، زي ما انتوا شايفين كده. هسيبها بقى تتسبك كويس، هزود لها اظبطها بقى بالملح بتاعها والكمون وكده، واسيبها تتسبك كويس، وارجع لكم تاني لما الطماطم دي التقليه بتاعتي تتسبك او الصلصه. هي تسبكي كده زي ما انتوا شايفين يا حبايبي، زي ما انتوا شايفين كده. اهم حاجه التسبيكه بتاعتها برضو عشان خاطر تدينا الطعم المظبوط. انا قلت لكم بتاعي زي تقليه المحشي بالظبط، او زي الصلصه بتاعه المحشي يعني بالظبط. هنزل عليها كده بالميه واسيبها تغلي بقى شويه كده عشان انزل بيها بقى باللحمه اللي معايا. اول ما تغلي كده هرجع لكم عشان خاطر انزل بالواج بتاعي. لازم الميه تغلي كويس عشان تحوش اي ريحه زفار. طبعا ده الواج بتاعي اهو. هحطه بقى في الميه كده واحده واحده. معايا هنا البهارات دي، هنزل كده بيها. انا ده كمون، مش هحط غير كمون وحبهان ورق لورا، ودي معلقه شطه عشان انا بحبه يبقى حراق كده.
بتبقى لما يبقى حراق يعني بيديله طعم حلو اوي. انا بحب اصلا الاكله دي او المحشي او كده، بحب الاكلات دي تبقى حراقه. هنزل بيه واحده واحده كده. دول 4 زي ما قلت لكم، انا عملتهم على اكلتين، عملت 4 دلوقتي وهعمل 3 مرة تانية. دي بقى الكبد بتاعته كده بحطها معاه. هظبط الملح بتاعه بقى واغطي عليه واسيبه لما يطيب، ارجع لكم اقول لكم هنعمل ايه الخطوه اللي بعد كده. بجد بيبقى طعمه رهيب وطعمه جميل جدا، انا بحبه اصلا الوجه ده، بيبقى طعمه حلو قوي. ف يعني مش قادره اوصف لكم الطعم. اكيد في طبعا في من اللي بيشاهدني يعني في اللي جربه وفي اللي ما جربوش، بس بصراحه هو بيبقى طعمه حلو قوي. احنا عامه يعني عشان احنا هنا في كفر الشيخ، فالمحافظه بتاعتنا يعني ايه مشهورة بالأسماك وكده، فتلاقي دايما في مزارع الأسماك الوجه ده بيجي لأنه بيتغذى على السمك، فتلاقيه موجود عندنا بكثرة يعني بقى في المزارع بتاعتنا. هو دايما بيبقى موجود في الأماكن اللي هي فيها سمك، مثلا المحافظات اللي هي الساحلية، فيها ايه فيها مزارع أسماك وكده، فتلاقي دايما الطيور اللي هي المهاجرة دي موجودة دايما مع مزارع الأسماك. هغطي عليه بقى واسيبه كده. هو دلوقتي ايه خلاص كده طاب زي ما انتوا شايفين، وخد السوى اللي انا كنت محتاجاه، خد السوى المظبوط يعني. هبدأ بقى ان انا اشيله كده واحده واحده. كنتش عارفه اشيله كويس، اللي كان اللي هي الصهد بتاع الاكله طالع على ايدي، فكان سخن قوي. هشيله بقى كده، اطلعه كله واحده واحده كده. وهاخد بقى شويه من الشوربه دي عشان خاطر ده هقدمهم بقى على الاكل وكده. اما اجي اقدم الاكله ديت يعني هقدم مع الشوربه دي، وبقيه الشوربه هقولكوا هنعمل بيها ايه. هاخد بقى هنا معايا شويه من الشوربه كده اركنهم على جنب. ما كنتش لاقيه بقى هي المغرفه اللي بنعمل بها الشوربه، فقعدت اخد بالمعلقه دي فغابت معايا يعني. انا خدت الكميه اللي هي البسيطه دي عشان اقدمها بس مع الاكله، وبقيه الشوربه انا هحط فيها الرز، عشان طبعا هعمل الرز الاحمر ده بيتعمل في الشوربه دي بقى. انا كده خلاص خدت الكميه اللي انا عايزاها. دي بقى الكميه اللي انا احتاجتها يعني هعملها شوربه. معايا هنا الرز انا كنت غسلاه وحطاه جنبي كده. هنا دلوقتي بقى ايه هنزل على التقليه دي بالرز بتاعي، وهقلبه كويس، وكل شويه هفتح عليه يعني الحله كده واقلب كويس الرز، عشان خاطر هو لازم يعني ما يطلعش حصى معايا، يعني لازم الرز الاحمر ده يعني نقلبه كل شويه. هرجع لكم بقى تاني لما الرز يستوي، هقلبه معاكم برضو تاني اما اجي اقلبه يعني، واوريكم ايه ان هو لازم يتقلب كل شويه. معايا هنا الملح، هحط شويه ملح عشان اظبط بقى الطعم، لان طبعا احنا عارفين ان الرز بيبقى عادب، وطبعا هزود ميه فلازم اظبط الملح برضو تاني. شويه بقى كده وهرجع لكم. ده يا حبايبي الرز بعد ما استوى كده، شايفين اللون بتاعه بقى احمر ازاي وجميل. هو ده بقى اللون اللي انا كنت ببقى عايزاه محتاجاه يعني. فعشان كده كنت سايبه صلصه كتير او شوربه كتير حمرا عشان تحمر لي الرز بتاعي باللون ده. هو طبعا لسه كده برضو محتاج سوا، فانا هغطي عليه واسيبه يستوي شويه كمان. وهجيبه بقى على التقديم. انا بحط بقى اللي هو الكيس ده، كيس من بتوع تخزين اللبن، بيبقى نضيف عندي كده، بحطه كده على الحله عشان خاطر على الرز، عشان خاطر ايه يخليه يستوي معايا بسرعه. وبغطي عليه طبعا واسيبه كده.
دلوقتي يا حبايب قلبي الاكله بتاعتي بعد ما استوت خلاص، وكمان حمرت الوجه بتاعي وحطيته كده، ده الرز الاحمر، ودي كمان الشوربه اللي احنا كنا خدناها في الاول. يا رب بقى الاكله بتاعتي دي تعجبكم، وان شاء الله الفيديو ده ينول اعجابكم. متنسوش بقى تعملوا لايك واشتراك في القناه عشان يوصلكم مني كل جديد، واشوفكم على خير. ويا رب الاكله بتاعتي دي تكون عجبتكم، واللي جربها يعمل لي لايك ويكتب لي في التعليقات ان هو جرب الاكله دي. أنا كمان في